واش الخوت هانين. المهم فيديو جديد، خغبورات هادي والسموحات. ما معنى توكسيك؟ كلمة توكسيك مأخوذة من واحد الكلمة إنجليزية اللي كتعني سام، ولكن في المعنى الاجتماعي والثقافي خصوصا بين الشباب وعلى السوشيال ميديا ولات كتعتبر على أي شخص أو علاقة كتسبب ليك في أذى نفسي، قلق وتعب عقلي. باختصار، الشخص أو البلاصة التوكسيك هما اللي كيدمروا لك طاقتك الإيجابية بلا ما تحس، وهادو أبرز الصفات ديالهم. كيفاش تعرف الإنسان توكسيك؟ الأنانية المفرطة، كيهتم غير براسو بالمصالح ديالو، وديما كيشوف راسو هو الضحية وهو ديما على حق. كيخليك تشك في راسك وفي عقلك، وكيدور عليك الهضرة حتى كيخرجك انت هو الغلط. ديما كيهبط منك، ينتقدك بطريقة مقودة، وما كيبغيش يشوفك ناجح ولا فرحان. ديما خالق المشاكل، كينشر الطاقة السلبية وكيعجبو يلعب دور الضحية. وكاع اللي تتحس به توكسيك الابتعاد ثم الابتعاد باش تكسب الراحة النفسية ديالك، لأن أصحاب توكسيك عندهم مرض، وداك المرض هما اللي تيخليهم يبقاو يتمكربوا بهاد التمركيب ديالو. يعني ما تربحو حتى في شي نقاش، تيفهم في التمجنين، تيفهم في التملحيد، تيفهم في الإسلام، تيفهم في أي حاجة، وبالخصوص في لي سيرفر ديال ديسكورد. كلشي فيه متر و 93، كلشي متر و 98، كلشي طويل فرعون، كلشي طويل القحبة يماه. ما كاينش شي واحد قصير القهمة، ما كاينش شي واحد متر و 63، متر و 64، متر و 68، متر و 70. كلشي فرعون، كلشي طويل. وما غتربحو حتى في شي نقاش. توكسيك ما غتربحو حتى في شي نقاش. غتقول لي انت ود القحبة، غيقول لك انا ود القحبة. غتقول لي الله يحرق الزمل، غيقول لك زيد من بعد هضره قديمه. الله ينعل انت تدوي فهمتي بخصوص انت ما عارف شنو توكسيك ومنين جايه التوكسيك وبنادم كيفاش دير. تشوفو تيدوي بداك الاسلوب تجيك في شكل ود القحبه بحال خارج من الديبويب ولا ريدروم ولا فشي بحال هاد اللعيبات هادو. المهم اللي عنده شي واحد توكسيك او غير ما تتقنعوش نتايا فهمتي، تدوي معاه هو هضرتو على ديما صحيحه، حاول الابتعاد عشيري فهمتي، لان هذا كان مرض. شدوه كريه وحطوه في هذا الفرشيه هذا تسعو دابا تعرف، ولا كنتي عارف راه غتقول هذا الشيء اللي كاين. وهذا ما كان اخوتي، وبيس لكم ان شاء الله.